أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في افتتاح الجلسة المصرية لهذا اليوم. طبعا إغلاقات يوم الخميس كانت خسائر كبيرة للمؤشرات المصرية الثلاث، واليوم على ما يبدو الاتجاه لونه أحمر في الأسواق. ال30 يتراجع ب20 نقطة المئوية، ال70 يتراجع ب10 نقطة المئوية، هذا بالإضافة لل100 المتراجع أيضا بحوالي 10 نقطة المئوية. سنعود إلى تفاصيل الحركة، ولكن دعونا نكون مع أبرز عناوين البوصلة لهذه الساعة. بعد خسائر فادحة للسوق المصرية يوم الخميس، رئيس البورصة يؤكد سلامة التداولات. رئيس مجلس إدارة أجيلتي يكشف لCNBC عربية عن توجه الشركة للتوسع في قطاع الطيران والمطارات تعويضا عن تباطؤ نمو قطاع الشحن. ارتفاع أرباح بنك بروة السنوية بنسبة 46% إلى نحو 504 ملايين ريال قطري. وتعيين شعاع مستشارا ماليا لعملية إدراج ايبل لوجيستكس بسوق دبي. إذا نعود من جديد الآن وإلى أرقام السوق المصرية والخسائر التي تصل لحوالي 20 نقطة المئوية على الEGX 30 ال30 عن مستويات 8235 نقطة إلى ال70 الآن. مؤشر مصر 70 وتراجعات أيضا كانت قد بدأت مع بداية الجلسة لهذا المؤشر الذي يخسر حتى الآن حوالي أكثر من 10 نقطة المئوية. ال100 الآن وتداولاته أيضا باللون الأحمر، خسائر قوية كنا قد شاهدناها يوم الخميس، واليوم المئوي وتراجعات ب10 النقطة المئوية، تقريبا 1093 نقطة في تداولاته الآن. محمد عمران رئيس البورصة المصرية كان قد قال لCNBC عربية إن معاملات جلسة الخميس الماضي طبيعية ولا يوجد بها ما يدعو للشك، وكان بعض المحللين والمتعاملين قد أثاروا شكوكا حول الهزة التي تعرضت لها السوق يوم الخميس ودعوا إلى التحقيق في الأمر. وقد دفعت عمليات جني الأرباح والمخاوف من حدوث أعمال عنف جديدة البورصة المصرية للتراجع في نهاية الأسبوع الماضي، رغم حالة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين بعد الإعلان الرسمي عن عزم المشير عبد الفتاح السيسي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. بعد انتظار دام طويلا وبعد صعود قياسي للبورصة المصرية طيلة الأسابيع الماضية ترقبا لحسم موقف المشير عبد الفتاح السيسي من الرئاسة، جاء الإعلان الرسمي عن استقالة السيسي من منصبه وعزمه خوض السباق للانتخابات الرئاسية، ليجد أصداء مرحبة ومتفائلة في البورصة المصرية التي استهلت جلسة اليوم على ارتفاع ناهز 1%. غير أن المخاوف من حدوث أعمال عنف تعكر فرحة الكثيرين بإعلان الترشح، إضافة إلى عمليات البيع لجني الأرباح، أدت إلى تراجع ملحوظ لمؤشرات السوق في منتصف الجلسة دون مستوى 8500 نقطة. افتتاح الجلسة بعد إعلان ترشح المشير السيسي أداء إيجابي في بداية التعاملات. صعد المؤشر الرئيسي EGX 30 قرب مستوى ال 8600 نقطة، وده كان في حد ذاته يعني كان متوقع بالنسبة لانتظار البورصة لخبر الترشح منذ شهور عدة، لكن الآن احنا في منتصف التعاملات. يمكن حصل بانيك إلى حد ما في السوق. ده تخوف من رأس المال المصري أو رأس المال في البورصة عامة، إن هو قد يوجد بعض المشاكل في الفترة القادمة، فبيحصل إن هو تخوف، فبيبقى في خروج وفزع في الوقت اللي احنا نشهده في الجلسة الحالية. كلمة السيسي التي وجهها للمصريين لإعلان استقالته من منصب وزير الدفاع وعزمه الترشح لانتخابات الرئاسة دفعت الكثيرين للتفاؤل بمستقبل مصر السياسي والاقتصادي، خاصة بعد أن حملت مصارحة بحقيقة الأوضاع الحالية، وطالبتهم بضرورة العمل والإنتاج لتحسين أداء الاقتصاد والخروج بمصر من أزمتها الراهنة. ويؤكد الكثيرون أن السير في استكمال بنود خارطة الطريق السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية وبعدها الانتخابات البرلمانية سيواجه بالعديد من التحديات في ظل أعمال العنف المنتشرة في الشارع المصري. وإذا كان التفاؤل قد ساد أوساط المستثمرين والمتعاملين في البورصة المصرية بعد إعلان المشير السيسي عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، إلا أن هذا التفاؤل كان مصحوبا بالمخاوف من وقوع أعمال عنف، وهو ما قد يؤثر برأي البعض على أداء السوق خلال المرحلة المقبلة. ياسين الجوهري CNBC عربية، القاهرة.
إذا من جديد السوق المصرية تداولات يوم الخميس وافتتاحية هذا اليوم مع محمد جاب الله وهو مدير تداول شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية. مرحبا محمد وشكرا جزيلا لهذه المشاركة. إذا محمد عمران أكد أنه لا لبس في التداولات يوم الخميس وأنه كانت طبيعية. محمد، كيف فسرت التراجعات التي كانت قد طالت السوق المصرية؟ اولا خلينا نتفق، هو اللي حصل كله هو تمهيد السوق للاستثمارات القادمه للاستثمار في السوق المصريه. الحقيقه هو يعني مع احترامي للدكتور عمران طبعا هو جني الارباح نفسه هو ما فيهوش مشاكل، احنا كنا عند قمه افتراضيه عند مستوى 8600. انما لو حبينا نتكلم على اللي شابه شيء من الريبه شويه هو تكنيك جني الارباح باستخدام طريقه البانيك ميكنج. لما تختفي طلبات على 43 شركة قيادية في سوق المفترض ان الكل مجمع والمستثمرين الاجانب قبلينا مجمعين ان احنا في سوق اب ترند وابتدوا ان هم يستغلوا حالة الفزع اللي حصلت من بيع الصناديق المصرية ودخل الجانب المستثمر المؤسسات الأجنبية داخله بشراء وبقوة زي ما شفنا في الفوليوم وحجم التداول. إذا في شيء مريب حصل في الموضوع. تكنيك البيع نفسه استخدام أسلوب الفزاعة أو البانيك ميكنج قد يكون إنه هو من الناحية القانونية سليم، ولكن من الناحية الفنية أعتقد إنه هو قد يشوبه بعض العوار. يعني أنتم هو ده اللي احنا بنطالب. أنتم كمحللين تتحفظون على الموضوع. طب كيف تفسر تراجعات اليوم؟ يعني السوق متراجعة أيضا في جلسة هذا اليوم، 19 النقطة المئوية خسائر القياديات 30 الأكبر في السوق المصرية، وحول نصف النقطة المئوية لل70 وال100. هو استكمال للفزع اللي كان حاصل من جلسة يوم الخميس. احنا شفنا ارتفاعات مهولة في بدايات الجلسة متفائلة، ثم لقينا كميات بتتعرض بطريقة فنية اعتقد ان فيها شيء من العوار. النهاردة بس بقية المستثمرين اللي هو داخل تسوياتهم النهاردة هو بيحاول ان هو يلحق نفسه في عملية البيع. وانا شايف انا من وجهة نظري ان ده اسلوب خاطئ جدا، سواء بالنسبة للأفراد المصريين أو المؤسسات المصرية. احنا عندنا مستوى دعم هام جدا عند مستوى 880 تحديدا، كويس، هيوقف عمليات الهبوط وهيحصل ارتداد أتوقعها يمكن في النص الثاني من جلسة النهاردة أو على بدايات جلسة بكرة بالكتير. احنا السوق مازال فيه وعلى مسؤوليتي الشخصية السوق مازال في اتجاه صاعد في الأجل القصير والأجل المتوسط والأجل الطويل. كل ما يحدث حاليا هو عمليات جني أرباح، ربما زي ما ذكرت في الأول أسلوب جني الأرباح في جلسة الخميس أدى إلى الفزع من السوق لصغار المستثمرين مش أكتر من كده. أعتقد أن الجلسة يعني هتسير في منتصفها نحو المنطقة الخضراء، وهنعوض كل الهبوط اللي حصل سواء في جلسة النهاردة أو جلسة الخميس. على كل المستويات 8180 كسرتها السوق ونزلت ما دونها. يعني أنت متوقع أنه هاي المستويات اللي هي الدعم، بالتالي من غير المعروف كيف سيكون الاتجاه الآن، تقارب النقطة المئوية الواحدة خسائر على السوق المصري. في ظل هذه الخسائر في الجلسة السابقة والآن، برأيك أنت متوقع بأنه عندنا ترند صعودي، بالتالي هي أرقام أو ربما مستويات دخول مناسبة الآن؟ الأسعار جاذبة جدا للاستثمارات، والدليل على كده دخول المؤسسات الأجنبية. وشفنا حاجة برضو ملفتة للنظر يمكن في جلسة الخميس، أن المؤسسات العربية كانت بادئة الصافي ليها كان صافي بيع، وفي آخر الجلسة أعتقد أنها كان صافي بيع 14 وقلبت في آخر الجلسة إلى صافي مشتري ل20. الأسعار أصبحت جاذبة جدا للاستثمارات، وأعتقد أن هو ده كان الهدف الرئيسي، هو تمهيد السوق للاستثمارات القادمة. احنا في أكتر من جهة أجنبية أعلنت نيتها على الاستثمار في السوق المصرية بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. أعتقد أن ده كان تمهيد للأسعار لدخول المؤسسات الأجنبية دي. نعم، وأنا أشكر لك هذه المشاركة معنا اليوم. محمد جاب الله مدير تداول شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية. والصاعدون بعد الفاصل مع نهى علي.